عليكم، مرحبا. يعطيكم العافية اخواتي. ان شاء الله اليوم بفيديو اليوم رح نكون عم نعمل صينية بطاطا بالفرن مع الدجاج طبعا. هلا انا هون حبيت اقطع البطاطا واقليها قبل بفترة، يعني مشان اختصارا للوقت والشوبات. فهلا عنا هون البطاطا مقطعة اشتراشات، يعني بهالسماكة، ما كتير سميكة ولا كتير رفيعة، شايفين بهالطريقة يعني، وقليتها. فهلا نقيم على جنب. عندي هون البهارات اللي بدي استخدمها مع الدجاج. انا منظفته وغسلته كتير منيح ونقعته بمي وملح وشوية خل ونظفته كله على الاخير. وهلا عندي بهارات اللي بدي احطها مع الدجاج، هي عبارة عن ملح، شوية كركم، شوية قرفة، كزبرة يابسة. هلا انا عندي هون شوية من بهارات المندي الخشنة، انا بحبها مع نكهة الدجاج. وعندي نتفة شوية كمون صغيرة، بابريكا، وقلنا فلفل. للدجاج كمان بدي استخدم كاسة زيت، وبدي استخدم كمان كاسة لبن. خلينا نشوف كيف بدنا نبلش. اول شيء بنجيب محضرة الطعام اللي عندي، يعني اذا ما في كمان فكر بايديكم، بس لازم يكون في كتير خفق، يعني مشان ما يكون البهار معلق على الدجاج. فانا هلا هون رح احط كاسة اللبن، رح احط كاسة زيت زيتون، فيكم تكسروها بكاسة زيت اونة، يعني انه نص اونة نص زيت، كفي هالشكل. هلا انا هون عندي شوية مية بندورة، فانا رح اخذ هي التتبيلة مثل ما برجع بذكر انه هي للدجاج، 3 معالق كفي. وعندي دبس فليفلة، يعني هي وسط، لا حدة كتير ولا حلوة، فانتوا على حسب تحبوا حدة بكتروا، تحبوها حلوة كمان. وعندي هون البهارات اللي قلنا عليها، الملح والفلفل والكركم، بس يعني مشان النكهة، والقرفة والكزبرة. وعندي هون بهار المندي، يعني هي نص معلقة صغيرة. وعندي شوية كمون صغار كتير، والبابريكا. وهلا انا بدي اخلط. هلا انا رح اخلطهم. هلا رح احط التتبيله كلها هون. هلا رح نحط الدجاج بقلب هي التتبيله وخليها تتخمر مزبوط فيها، تتعشق يعني وتفوت بقلبها وتاخد راحتها لمدة معينة، شغلة شي نص ساعة. فيكن تزبطوها هي القصة قبل بليلة، يعني ما بيأثر إذا كانت بالفريزر. هلا بعد ما يعني نظفت دايرة الزبدية، هلا رح غطيهم ورح احطهم بالفريزر، يعني لمدة نص ساعة وبكفي. وبعدين بنكمل تطبيق الأكلة. وهلا بعد ما صار لهم تقريبا ساعة بالبراد، رح احط عليهم البصلات. انا فيكم تجيبوا بصل قطعة صغيرة، وفيكم تحطوا بصل كامل يعني مقطع. وهلا بدنا نبلش نحطهم على البطاطا. مثل ما قلت لكم البطاطا انا مقطعتها وقاليتها بس مشان الوقت. نحط الدجاج هيك،
هلا رح اغطيها بالورق القصدير وحطها بالفرن. بدي احط ثوم مشان بس تطلع الصينيه من الفرن طفيها بحمض وثوم، وعندي هون ليمون معصور وشويه زيت بلدي. وهلا رح اخلطهم. طبعا فيكم تدقون على الدقة. وهيك طلع معنا المزيج. وهلا هيك خلصت معي الصينيه وطلعتها من الفرن، ورح هلا اطفيها الحمض والثوم اللي سويناهم من شوي. وبتمنى تنال اعجابكم، ان شاء الله تذوقوها وتعجبكم.